مش مرج هذا على 6 بلدان، هذا الكل باش ما تعطيهاش للمغرب. صحيح. المغرب راهي قدمت ترشح على الكوب دي موند تقريبا 4 مرة، والمغرب كانت جديرة بأن هي تستضيف ما هو المئوية، ما تنساش مئوية، لولا تواطؤ بعض الاتحادات العربية اللي صوتوا للملف الأمريكي ضد الملف المغربي. ونذكر أنا وقتها في حصة اللي شهرت بالموقف هذا المخزي اللي تاخذوه. المغرب الأقصى قادر على استضافة كأس العالم وتنظيمه بنجاح ونجاعة. علاش ما تاخذوش وحده؟ بيان سور وحده. علاش متفتت هكا خذينا بخاطرك انت وخياتك؟ السلام عليكم اصدقاء ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد في قناتكم نيوز بلادي. دونك اليوم جبنا لكم واحد الفيديو جديد اللي كيهضروا فيه محللين تونسيين على التطور اللي كيعرفوا المغرب. الحمد لله تطور اللي كبير بزاف. كيهضروا على تنظيم ديال كأس افريقيا 2025 والتنظيم ديال كأس العالم ان شاء الله 2030. كيقول لك بحرقه، كيهضروا بحرقه علاش المغرب ما تعطاش ليه تنظم كأس العالم بوحدو، علاش دخلوا معاه الاسبان وعلاش دخلوا معاه البرتغال، في حين انه زعما المغرب قادر بوحدو ينظم كلشي، يعني ما محتاج زعما البلدان اخرين. المهم صراحه داكشي اللي قالوا زوين بزاف. خليكم دابا تفرجوا في الفيديو بلا ما نحرق لكم. ما تنساوش خليو لينا التعاليق ديالكم في دي كومونتير، وما تنساوش الاشتراك في القناه وديروا لنا لايك. شكرا بزاف، الله يعاونكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الكاف ترشيحات الحاضرين معي اليوم الكرونيكور طبعا وضيفنا مولدي الجامعي بشأن جوائز الكاف في كل التصنيفات وكل الخيارات طبعا المتاحة من أجل الفوز بجوائز الكاف. 47 دقيقة على EFM. جوائز الكاف الحفل سيكون في مراكش نهار 2 16 ديسمبر. EFM باش تكون حاضرة، خليها لكم سوربريز. EFM باش تكون حاضرة على عين المكان في حفل جوائز الكاف. به نبداو بأفضل نادي سان داونز، زمالك، نهضة بركان، الترجي، الأهلي. سي عبد الباقي من المتوج؟ بيان سور الأهلي. الزمالك زوز ألقاب افريقيا. مولتي افضل نادي ما تنجمش نتمنى الاسبيرونس، لكن كاف سوبر كوب دافريقيا بالارقام. الاهلي. سي عبد الستار يلا. الاهلي. به افضل منتخب كونغو ديمقراطيه، جنوب افريقيا، نيجيريا، السودان، كوت ديفوار. سهله ذي لو شامبيون كوت ديفوار. يلا مود. انا نفاجئك، السودان اللي هي رجعت للكوب دافريقيا لاول مره، ورغم المشاكل والحرب تلعب البرا، تلعب في استاد شهداء بنينة في ليبيا. معقول. كنت خدمت عليها واحدة معناتها حلقة كاملة. فعلا مجهودات كبيرة ياسر السودان باش وصلت ترشحت كوب دافريقيا. سي عبد الستار. نيجيريا. افضل لاعب محلي، احمد السيد، يوسف دايو، ويليامز، حسين شحات، مصطفى شوبير. نبدا معك سي عبد محلي. نمشي في مصطفى شوبير، بيرفورمانس ممتازه جدا عملها في ظرف صعيب ياسر. اما احمد سيد وضح لي هو زيزو. زيزو هاي زيزو. لا انا لا نحكي مع مولدي، انا زاد مصطفى شوبير ولا ويليامز عمل اكثر شوبير. يلا مولدي من زيزو. شوبير. به افضل لاعب شاب، جاكيتي، كامارا، كوناتي، يانكوبا، بنتي، ونقص ليس صغير. يلا شكون؟ جاكيتي، كامارا، كوناتي، مينتي، وليس صغير. لاعب موناكو المغربي. ليس بن صغير. سامحني نمشي فيه هو. ليس بن صغير. جوز اولمبيك. بن صغير من الافضل لاعب شاب. ليس بن صغير. افضل حارس مرمى، فوفانا، نوابالي، اونانا، ويليامز حارس جنوب افريقيا، ومصطفى شوبير. سي عبد الباقي. مشيت في بكري بين ويليامز ومصطفى شوبير، مشيت في مصطفى شوبير نواصل فيه. اونانا بالنسبه لي معناها شبيه اونانا. شبيه اونانا. مصطفى شوبير خليني مانيش نقص. يلا مصطفى شوبير رغم اللي ويليامز رغم اللي ويليامز نحكيو بيرفورمانس عملناه. ما نحكيوش في المشوبير لا على اونانا. مصطفى شوبير. دونك مصطفى شوبير رغم اللي ويليامز راهو معناتها وصل جنوب افريقيا المرتبه الثالثه افريقيا في الكان، ومع سان داونز كان متالق وكان نوميني بارمي احسن جوله في البالون دور في العالم. مصطفى شوبير هز ويليامز ما هزش. لا لحم مازال. مصطفى شوبير عمل لي كلين شيت، عمل ريكورد على كلين شيت عملناه. باش ما نظلمش ويليامز لانهم دو تروفي هما شوبير عطيته احسن. دونك ويليامز هو احسن حارس. سي عبد سي الموت. انا يبدو لي بطل افريقيا فوفانا الكوت ديفوار. فوفانا افضل حارس بالنسبه ليك. به
افضل مدرب كونجالفيش، امير سيفاي، سيباستيان دي سابر، مارسيل كولر وهوغو بروس. من الافضل؟ لا مدرب كوت ديفوار معناها ديما نحكيو بيرفورمانس، راه ما احناش نحكيو في المطلق طبعا، نحكيو بيرفورمانس معناها شو عمل في العام هذا. مدرب منتخب كوت ديفوار. يلا فاي اللي عمل ميراكل انقذ المنتخب ميراكل ما تراهوش تيتر. راه مقابله السنغال ومقابله مالي راهم ثم النهائي والربع النهائي، راهم من اجمل ما تشوف في تاريخ مواجهات كاس افريقيا الامم. من اجمل ما تشوف معناتها سيتي ام ميراكل. عطسه كولر انجازات مستمره وليست ظرفيه. كولر نفتح قوس صغير ياسر. ساوث افريكا هوغو بروس انا حبيته برشا يجي لتونس بصراحه، حبيته يجي لتونس لانه عمل لي كيف من لا شيء في ساوث افريكا، لكن بالنتائج مارسيل كولر. به افضل لاعب افريقي، به ادينغرا لاعب كوت ديفوار، جيراسي لاعب غينيا وبوروسيا دورتموند، اشرف حكيمي مدافع البي جي والمنتخب المغربي، لوكمان مهاجم اتلانتا ومنتخب نيجيريا، ورونوان ويليامز حارس جنوب افريقيا. من الافضل حسب رايك سي عبد؟ ما نجمش نخير اي واحد منهم وبالعاطفه يعني نقولها على الحكيم. حكيم لوكمان مستغرب نحل قوس، مش مستغرب لكن شويه كاينو محمد صلاح خرج من جوائز فيفا وكمل خرج من جوائز الكاف. بون السيزون هذه ما كانش، انا حبيت يكون موجود كي هو مش موجود. اشرف حكيمي لاعب البي جي ومنتخب المغرب. افضل فريق في العالم اتلانتا تو. الشورت ليست الاخيره فيها بالنسبه لي افضل فريق وافضل نادي افريقي فيها الاهلي، الزمالك وسان داونز. تم ازاحه الترجي الرياضي التونسي من القائمه اللي كانت فيها 5 اصبحت 3 فقط. 3 فرق اليوم، الاهلي الزمالك وسان داونز. غياب تونسي. سان داونز علاش؟ ولا ما فهمتش انا، ما فهمتش. الترجي فاز على سان داونز. راهو الزمالك هز زوز القاب عم يقول. الاهلي سيفري هز لا سوبر كوب كونتر الاهلي داير. فهمت الثاني هذيك مي سوبر كوب كونتر الاهلي. علاش شنو لا شنو ثم زوز القاب هي الكاف. هذا كلام اهلاوي سي عبد الباقي، هذا كلام اهلاوي. وانا والله بقطع نظر مقابله مهمه ولقب مهم. ماتش تسويقي اكثر منه حاجه اخرى. من اللقب راهو الكوب والشامبيونات هذا من الالقاب. غياب تونس يعني الجوائز معناها هذا اللي يهمنا اكثر، انه تونس غير طول الغياب طول سنوات. اما سان داونز هذه ماخذ بخاطر موتسيبي وبرا هي جمعيه في الترتيب الافريقي الترجي قبل سان داونز هكا ولا فاز عليه في الترتيب المؤهل كاس العالم. الترجي تروازيام، سان داونز كاتريام. لا منطقي كلامك. الترجي ربح سان داونز الي روتور في الشامبيونز ليج، فالتنقيط خير منه فيها ربحوا الي روتور. الزوز ما زوج تيت، الترجي فيناليست الاخر دومي فيناليست. هنا موتسيبي اسمه يفرح باش في نهار الحفله يبدا شيخ شويه وكان عنده جمعيه. شنو رايك في كلام سعيد؟ سرقه هذه تسمى ولد حكايتهم فارغه هما ولا القاب. اذا كان باش تخلي 3 ايكيبات ما تكونش موجوده سان داونز. كان جات محلوله على 5 6 ايكيبات تكون موجوده سان داونز. اما على 3 ايكيبات يعني ازاحه الترجي ويكون سان داونز موجود في الثلاثي. اي اذا كان على الانديه الفريق الثالث اللي يكون يا الترجي يا نهضه بركان. ماشي والترجي قبل نهضه بركان بحكم الترجي تشامبيونز ليج ونهضه بركان كاف. اذا كان جات 5 انديه داش تتحل على سان داونز كذا تفهم المره من سان داونز فريق قدامه الاول الثاني ثالث رابع بالتنقيط يا رسول الله. يمشي للرابع ويطيح الثالث. الحفل سيكون في مراكش، الفيفا كاف وورد سيريموني. الحفل سيكون في مراكش، والمغرب اصبحت قبله مولدي بالنسبه لكل التظاهرات الافريقيه. تحتضن مباريات عديده طبعا بالنسبه للمنتخبات اللي ما عندهاش ملاعب مؤهله من طرف الكاف. عندك المغرب والكوت ديفوار حاليا. هو توجه رياضي وتوجه حتى سياسي. المغرب متفتحه برشا على افريقيا، دعم كامل وسخي لافريقيا. كل مشاريع افريقيا في كل المجالات هي اللي تستدعى وهي اللي تفتح ملعبها للأندية والمنتخبات الإفريقية. دونك حاجة تبدو ويرد شوية أنه كل التظاهرات تكون موجودة في المغرب، ولكن معناتها كإمكانيات موجودة. مازال باش نشوفوا زاد الإمكانيات في كي نحكيهم بعد على ملف 2030. ملف 2030 وكأس افريقيا 2025 في ديسمبر القادم بعد عام صحيح. من توا رسمي قلنا العربية السعودية تنظم مونديال 2034، المغرب ستنظم مونديال 2030 في ظرف 12 سنة 4 نسخ
موندياليه 3 في بلدان عربيه منذ قطر 2022. وبعد عندك مونديال الولايات المتحده الامريكيه، كندا ومكسيك 2026، المغرب، اسبانيا، البرتغال، اضافه لملف جنوب امريكي، والسعوديه 2034. لحظات تاريخيه تعيشها الرياضه العربيه كوليس المولتي. لحظات تاريخية، واحنا مرة فتحنا سؤال وانا ربما نحب نشارك الاخيان في السؤال هذايا: هل البلدان الأوروبية هي اللي أصبحت تتهرب من الاستضافة لأن الاستضافة مكلفة، أم فعلا الدول العربية هي ولات عندها الكفاءة والجدارة باش تنظم؟ أنا يظهر لي الاثنين، أنا يظهر لي المنتخبات البلدان اللي هي أنه ثم لوبي قاعد يجنقل بالكوب دي موند ويلم في الفلوس. هذا موجود، هذا هو الصحيح. هذا موجود. توا الكوب دي موند اللي جايه ب 2030 سامحني مولد تو مش مرج هذا على 6 بلدان، هذا كل باش ما تعطيهاش للمغرب. صحيح. المغرب راهي قدمت ترشح على الكوب دي موند تقريبا 4 مرة، والمغرب كانت جديرة بأن هي تستضيف كوب دي موند المئوية، ما تنساش مئوية. لولا تواطؤ بعض الاتحادات العربية اللي صوتوا للملف الأمريكي ضد الملف المغربي. ونذكر أنا وقتها في حصة اللي شهرت بالموقف هذا المخزي اللي تاخذوه. المغرب الأقصى قادر على استضافة كأس العالم وتنظيمه بنجاح ونجاح. علاش ما تاخذوش وحده؟ بيان سور وحده. علاش انت فتك هكا خذينا بخاطرك انت وخياتك 4 من الناس معاك؟ عيب. الشيء اللي يعمل فيها انفانتينو في الكوره قسما بالله اذا كانت الكوره مش تندثر راهو بسبب البذور اللي قاعد المسمومه اللي قاعد يرمي فيها انفانتينو في كره قدم، هو معه من اللوبيات ما خلونا حتى شيء نفردوا به. الدنيا كلها هزوها، والمقابل ديما فلوس. السيد هذا معنا تقريبا اغنى رجل في العالم ولا باش بالكوره، وكيفاش برا لوج وكيفاش وبرا لوج الدوسيات كيفاش تتعطاو. علاش هيك يقوى هذاك ما يخوش واحد كل شيء، وبعد يقول لك بلاتير وبلاتير تبلاتير زوالي قدام. هو الخلاف ما بين الفيفا والويفا، ما بين اوروبا وانفانتينو في شخصه ظاهر وباين، والخلاف متواصل حتى لتوا. حتى في المسابقه هذه الكومبيتيسيون اللي استناو فيها في الصيف نتاع كاس العالم للانديه، انه ما فماش سبونسورينغ من اوروبا، ما فماش حتى ما قدموش حتى الحقوق البث. تخيل انه اوروبا تقول لك انا ما نجمش نبث مونديال الانديه خاطر عندي في نفس التوقيت ويمبلدون وتاع التنس وكاس العالم للسيدات، كاس اوروبا للسيدات قدام كاس العالم للانديه. ما يحبوش يخسروا التاريخ هذاك فونتينو خاطر عندهم ويمبلدون وعندهم واحد ما يحبوش يخسروا اوروبيين وما يعينوش فيهم وما يعينوش في السبونسور. عنده مشاكل عنده حتى مشكله، عنده حلول اخرى. حقوق البث مثلا هو حط لها 4 مليار دولار حقوق البث، الى حد الان الملف الوحيد اللي تقدم هو بتاع ايبل، بتاع بتاع الايبل 1 مليار دولار. يعني تخيل انت الربع نتاع الاستيماسيون اللي هو. لكن دازن ملف دازن مولدي الجامعي دازن على طريق في 2.2 اللي في لندن، يعني وسيله اعلام اوروبيه، يعني تم تاسيسها في المملكه المتحده. صحيح. موجوده بالانجليزيه، بالفرنسيه، بالالمانيه، بعديد اللغات، حتى باليابانيه والبرتغاليه. 2.2 رقم باهي مقارنه بواحد، ومش باهي مقارنه ب4. هو حط 4 استيماسيون. فهمت معناتها حتى الباكج نتاع السبونسورينغ بعيد ياسر على اللي تقدم فيه اوروبا. وعنده بخلاف المشاكل اللي عنده نتاع لي دو سبونسور الرسميين اللي موجودين في الفيفا، اديداس وكوكا كولا، انه هو قال لهم هذا كلام ربما هو قال لهم انه الاتفاقيات السابقه اللي عندنا ما فيهاش كاس العالم للانديه، توا كاس العالم للانديه تدفعوا لي مره اخرى. فهمت؟ سي عباق في وقت ما حلمنا بكاس العالم في تونس 2010 وقت